خلص جاهز؟ انا جاهز. طيب ممكن بقى توريني بالظبط هو عمل ايه؟ قوي بص، هو لما طلع هو راح طلع مفيش حاجه. الراجل راح طلع هنا وراح قايل هلموا هلموا، انا جاي احذركم من التتار، بس التتار بتوع الايام دي، وبقول لكم ان الجنينه الجميله دي مستهدفه. التتار عينهم عليها، والنهارده الأورمان، وبكره حديقه الحيوان وجامعه القاهره كمان، والحكومه مستعده تبيع. تخصص وبعدين تبيع. التتار مسكوا بدل السيوف فلوس، وفلوس التتار بتقطع رقاب، بتقلع الشجر الاخضر من جذوره، بتهدم بيوت، بتخرب ذمم. الفلوس اللي في ايد التتار بتسن القوانين اللي على كيفها وعلى مزاجها. فاكرين المسرحيه اللي عادل امام بيقول فيها كل واحد يخلي باله من لغاليغه؟ انا بقى بقول لكم خلي بالكم من بلدكم. تمام يا باشا، تم الاستقبال وجاري التنفيذ. اطلع على الأورمان يا ابني. قال ايه عشوائيات؟ وهو مين اللي عمل العشوائيات؟ عقول عشوائيه. ولعلمكم العشوائيات ابتدت في البلد دي من بدري. هي المساكن الشعبيه اللي حوطت القاهره في عزها كانت ايه؟ كانت بدايه العشوائيات. اياميها الناس فرحوا بيها، واحنا بنفرح باي حاجه. بنفرح لما تهب علينا نسمه بارده في يوم حر. كان يجرى ايه لو كانوا عملوا شقق واسعه وشرحه عشان تساعد العيله؟ ليه بيعملوا شقق الناس الغلابه بمواصفات الزنازين؟ ليه مش عايزين يعرفوا ان الحل السهل بتاع النهارده هو اللي هيبقى المشكله الكبيره بكره؟ البلد دي ربنا بلاها بلوتين، بلوه العسكر وبلوه الاخوان. دول خربوها ودول رجعوها لورا ووقفوا نموها. مسكينه يا بلدنا. كبسه اخلع يلا يا موضة على الكل. تعالى بس تعالى. واقف عارفه اخلع يلا. زي ما قلت لك وانت يا حلوه بتعملي ايه